سلام، معكم يسرا وهذه أول حلقة جديدة من البودكاست ديالكم بيان سور اللي كيجمع ما بين المتعة الفائدة الطاقة الزوينة. أنا يسرا. موضوع كيف ما شفتو ديال هذه الحلقة هو كيفاش نستغلو ما بقى من الصيف بطريقة ذكية وممتعة. قبل كاين بزاف ديال الأسئلة، صيف قرب يسالي وما درت والو وما استفدت حتى شي حاجة وعاطيها غير النعاس والضحك وهادي. كنقول لك بان راه باقي لك الوقت وباقي الامل، خاص غير التنظيم والتفكير الايجابي فقط. دابا غادي نبداو بالخطوات اللي تقدر دير انك تستغل ما بقى من الصيف اللي بقى شهر ان شاء الله اللي هو شهر 8. نقدروا كاملين مع بعضياتنا نستافدوا من الصيف، نستافدوا من هذا الشهر هذا بالضبط اللي بقى، اننا نراجعوا الاهداف ديالنا. ولكن اذا بغينا نراجعوا الاهداف ديالنا نراجعوهم شو نقول. راه بغيت ندير شي حاجه كبيره، لا 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 لا، حيت الا كنتي ناوي دير شي حاجه كبيره خصها الوقت. حنا كندويو على الشهر اللي باقي، ما كندويوش على 5 شهور، ما كندويوش على عام، كندويو على شهر. يعني ندير اهداف اللي هما بساطين نقدر نديرهم في هاد الصيف، بحال نقرا كتاب، هم، نسافر علاش لا، نرتاح، نخدم على راسي شويه، نتعلم حاجه جديده. الهدف اللي يكون بسيط وغادي يدير بزاف ديال الفرق. اول حاجه غتاخد ورقه وستيلو، واش كتبت 3 ديال الحوايج اللي باغي تحققهم قبل ما يسالي الصيف، وركز عليهم كل نهار شويه بشويه شويه بشويه، وغتلقى راسك انك راك حققتي اهداف ماشي احلام. واخا ثاني حاجه هو تعلم حاجه جديده حتى لو بسيطه. حنا كنمشيو لحاجه اللي هي بسيطه، ما كنمشيوش لحاجه اللي هي كبيره وما نقدروش نديروها في شهر. واخا الصيف وقت زوين باش نحيدو الغبرة على عقلنا كما كنقولوا، نتعلموا شي مهارة اللي كتهمنا. هذه واحد الحاجة اللي انا كنشوفها بزاف، هي الناس كيمشيو كيتعلموا شي حاجة اللي غير حيتاش الناس كاملين كيتعلموها. واخا لا، كنمشي نشوف هداك الاهتمام ديالي انا، ديك اشنو اللي غادي نرتاح فيه انا. بحال مثلا انا ما كتعجبنيش لونغلي انا نقدر نتعلمها في القرايه ديالي ولا في الخدمه ديالي نستعملها، ولكن انا كتعجبني اللغه الاسبانيه مثلا. وعلاش لا نسبق اللغه الاسبانيه ما نسبقش اللغه الانجليزيه. ولكن اول حاجه كتبقى في المغرب هي اللغه الفرنسيه، اللي عنده نقص فيها واخا غير شويه يمشي يمبروفي الفرنش ديالك. علاش لا في هاد الشهير هذا. آم، برامج بحال الفوتوشوب، كانفا، المونتاج، هادو حاجات زوينين يعني كيخليو فيك المتعه وديك الطاقه الزوينه انك باغي تعلم شي حاجه جديده. بحال مثلا انا كنتعلم اكسل، واخا كنتعلم دابا اكسل، زعما الفوكس اول ماي فوكس اون اكسل. يعني غير كنشوف شي حاجه جديده مثلا غنماتشي ما بين جوج ديال الحاجات في الكيبورد ديالي. كان واو واش نقدر ندير هذه غير نوريك عليها. حاجه زوينه، يعني يولي كتعلم انت عقلك كيزيد يبغي يتعلم اكثر، كيطمع. يعني الطمع ديال العقل زوين بزاف ماشي شي حاجه اخرى. تالي حاجه هو نكتشفوا بلايص جديده. ما كنقولش اكتشفوا بلايص جديده هو انك دير باسبور تغسل الفلوس وتمشي للطياره، بلا ما نحتاج اننا نشكر المغرب. المغرب فيه بلايص زوينين بزاف واعرين بزاف، بلاصه غير قليله وزوينه ومرتاح فيها والطبيعه واو. يعني تكون درتي شي حاجه في سفر واو، ما عرفتيش الا مشيت لواحد البلاصه هادشي كاينه غير هنايا زوينه. يعني تقدر تزور مدينه قريبه ليك، شي بلاصه عمرك مشيتي ليها، ولا شي بلاصه غير في مدينتك كتكون عمرك مشيتي ليها كتقول واو هاد البلاصه كاينه هنايا وانا ما في خباريش. واش فكرتي تمشي بوحديتك ولا مع صحابك؟ يلا يلا نجمع حوايجك. آمم، حتى لو غير تمشي تقرا كتاب في شي حديقة، واخا غير خريطة هكا صغيرة كتقدر تبدل لك المود ديالك وتزيد النشاط والطاقة ديالك. 4، قرّب من الناس اللي كيهموك هاد الصيف هذا. يعني غير هاديك الخريجة الصغيرة اللي تقدر دير، تقدر تخرج معاك شي واحد اللي كيهمك، اللي نتايا مهتم بيه، اللي كترتاح ليه، اللي كتبغي تهضر معاه. يعني قرّب من الناس اللي كيهموك، قرّب من ماماك كتر، من باباك كتر، من عائلتك كتر، خرج معاهم، ضحك معاهم، دير بزاف د الحوايج. واخا عيد صحاب قدام ربما. صراحة كنت درت واحد الخرجة مع صحابي اللي لقيت معاهم في الباك صراحة. يعني غير هذيك الخرجة صافي كتقول أنا راه دوزت الصيف واعر. العلاقات الإنسانية هي اللي كتخلينا نحسو بالأمان، بال ما نعرف، كتحس بأنك راه رجعتي مثلا للور. بحال مثلا في الباك كتلاقى مع ناس لقيتي معاهم في الباك ترجع لحظة بلحظة الباك كيفاش دوزتيه. التواصل
بيان سور كيعطي طاقة زوينة ماشي ضروري يكون مكلّف. أوكي 5 ريّح دماغك، ريّح دماغك، راه الصيف ماشي غير تخدم وتعلم 100%. أنا ما كنهضرش على غدير 6 سوايع في النهار باش تتعلم هاد الشي، لا، 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 كنهضر على غير 15 دقيقة في النهار وباقي لك 30 يوم. راه مزيانة، ماشي أنك كنقول لك تعلم حاجة جديدة النهار كامل. أنا باغي نتعلم غير canva ولا النهار كامل أنا باغي نتعلم غير الmontage كيفاش كيديروا ليه، لا، 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 ماشي هكا كنتعلمو واحد الوقت. الماكسيموم اللي تقدر دير ساعة تعلم فيها هاد الحاجة، ساعة مثلا تعلم كانفا، 15 دقيقة نتعلم ديك اللغة اللي بغيت أنا. واخا ماشي تكلف راسك، نعس مزيان، كل مزيان، بعد على الضغط ديال الروتين اليومي، حيت الصيف كنكونو حيدنا من الروتين اليومي، ماشي كنكونو يلاه كنكخيو داك الروتين اليومي ديالنا. حتى غير أنك تسمع زعما شي موسيقى اللي هي زوينة، ولا نتا كتشوف الغروب، ولا كدير شي جلسة تأمل بسيطة مع راسك، كتساعد باش ترتاح وتجمع الأفكار ديالك. حاول تبعد شوية على التليفون، سكرول مكيعطي لا راحة لا فائدة. إلا كنتي غدوز الصيف غير بحال هكا راك ما دوزتيش الصيف. واخا نقولهم أنا كنت ناعسة الصيف كامل ما دوزتيش. واخا سادسا عبر على راسك، جرب تكتب دفتر كل نهار. وا على إحساس أنك ملي ستيلو وورقة وكتكتب. ما نقدرش نوصف ليكم كتحس بهاد الإحساس. إلا كتبتي غير النهار ديالك كيفاش داز كتحس بهاد الإحساس واعر. شنو درتي، كيفاش حسيتي، شنو كنتي ناوي وما مشاش لك مزيان، كنتي ناوي تمشي لهاد البلاصة وما كتبش لك الله تمشي ليها، وكتكتب كاع الأفكار ديالك. أنا كنقول بأن الأفكار اللي كيتكتبوا كيتحيدوا. أي حاجة سلبية حيدتيها من عقلك وكتبتيها اون فوا صافي غير نساها، يعني صافي ما كتبقاش تعاود تفكر فيها. آمم، كيساعدك توجه طاقتك واخا بشكل أفضل. حتى بودكاست غير بودكاست هكا تسمع ليه ولا تتفرج شي فلوق ديال شي واحد خرج واكتشف معاه شي مدينة ولا شي حاجة كتخليك تعبّر وحتى نتا علاش لا تشارك لينا حياتك. في الأخير الصيف باقي وفرصة مازال فرصة أنك تعلم بزاف ديال الحوايج كيما قلت لكم 15 دقيقة في النهار. راه مزيانة غير باش في الآخر ديال الصيف ما بغيتش نسمع ديك الهضرة ديال واو الصيف ما دوزتوش مزيان وما درتش داكشي اللي بغيت. واش ما درتيش داكشي اللي بغيتي، ولا بقيتي عكزتي وقلتي لا وصافي حتى الغدا وعاوتاني غدا حتى الغدا عاوتاني وبقيتي هكا. خاصك تكون صريح مع راسك. الا مكنتيش صريح مع راسك فبيان سور انك ما غادي دير حتى شي حاجه لا اليوم لا غدا. الصيف راه ماشي مجرد حراره وسباحه، الصيف ممكن يكون انطلاقه جديده. غير حاول انك الماكسيموم دير داكشي اللي كيفرحك اللي يخليك تضحك اللي يخليك انك تطور انت براسك. غير حيت الا تعلمتي شي حاجه اليوم جديده غدا الا لقيتي راسك انك تزيد لقدام فراه صافي ديك الحاجه راك قاد انك نتايا تزيد تطورها مازال. هادشي اللي غادي يكون في البودكاست ديالنا صراحة ما سخيتش. هادو هما الخطوات اللي تقدر دير باش انك تستغل ما بقى من الصيف. بودكاست خفيف ظريف، ما فيهش بزاف ديال الوقت تقدر تصنت ليه. شاركو مع شي واحد كتحماق عليه وخليه الصيف ديال صاحبك اولا صاحبتك ما يدوش غير هكاك، خليه حتى هو يستافد. نتلاقاو في حلقة جاية وبصحة وراحة، تهلاو في راسكم وبقاو دائما إيجابيين. نشوفكم في حلقة واحدة أخرى إن شاء الله.